انا قلت لك يا موحى، اللي بيراهن على الاهلي ما بيكسبش. فضيحة جديدة لموحى المحايد ومطالبة فرج مشجع النجم الساحلي ب25,000 جنيه اللي تراهن عليهم مع موحى المحايد. ودلوقتي في مكالمة مع اسلام علوي الزميل، طبعا كلكم عارفين اسلام علوي اللي موجود على السوشيال ميديا، في مداخلة معاه وطلب من موحى ب25,000 جنيه. تعالى هنسمع المكالمة مع بعض، وانا عايزك تعمل لايك للفيديو ده وتشيره في كل مكان، لان الكلام اللي قاله الراجل ده مهم جدا وهنرد عليه بعد ما اتقال. اسمع معايا كده. صباح الخير. معانا استاذ فرج، الراجل صاحب دلوقتي المشكله. انا شرحتها للناس دلوقتي وقلت لهم القصه اللي ليه. شرحت للناس دلوقتي، احنا على اللايف دلوقتي يا استاذ فرج. شرحت للناس الموضوع وقلت ان انت ليك 25,000 جنيه عند موحى مش عايز تدفعهم. اتفضل يا استاذ فرج بقى، عرفنا نفسك وقول لي كل اللي عندك. والله يا اخويا، هي القصه يعني بدات كانت يوم الجمعه، كانت يعني يوم قبل الفاينل الذهاب برادس. يعني رحت انا زوجتي وابني، رحنا على الكامبينج هيك. بعدين يعني كنت على البحر، فتحت الفيسبوك، لقيت موحى انه صار له شيء اسبوع هو بيتهاجم على النجم الساحلي والترجي، وعمال بيطبل للترجي جامد. يعني الترجي رجعوا زي ما نقول ريال مدريد ولا ما عارف شو. لا، اقوى من ريال مدريد بالنسبه له، اقوى بكتير. يعني وحاطط انه 100,000 جنيه على الترجي انه راح يكسب الاهلي. يعني وانا بعرف شو الترجي فريق منفوخ اعلاميا في تونس. وكله رشاوي وتحكيم. يعني عارف، انا كنت متاكد انه 1000% الاهلي راح يكسب الترجي. يعني انت استاذ فرج عارف قوه الفريق الترجي محدوديته فين، وعارف قوه الاهلي، ومن الاول وانت عارف ان الترجي مستحيل يفوز على الاهلي. مستحيل. هذا شيء يعني انا لو يعني كنت قبل المباراه كنت يعني قادر احلف بالقران انه الاهلي راح يفوز. مستحيل انه الترجي بيهزم الاهلي. واكبر دليل ان الترجي التونسي خسر من فريق الملعب التونسي في الدوري هناك، وخسر كمان من فريق ضعيف في الكاس. وشوف بالكاس يعني فريق درجه ثالثه، وكمان خسر ضد ربح النجم الساحلي يعني بصعوبه كبيره. بفضيحه تحكيميه. بفضيحه تحكيميه، يعني ضربه جزاء ما فيها ولا شيء. هذا كله يعني استفزني الاستاذ موحى، استفزني يعني كيف يعني يتكلم وترجي. قلت الصراحه يعني سويت له فيديو وقلت له انا بتحداك. بعثت له رساله قلت له فيها صباح الخير اخ موحى، انا من تونس عايش في الدنمارك، بدي اتحداك على ماتش الترجي. لو الترجي كسب عندك مني 100,000 جنيه، لو الاهلي كسب 25,000 جنيه بس. انا لسه بقول المقدمه دي للناس، ده انت من كتر ثقتك هتاخد منه مبلغ قليل جدا، ولو كلامه اتحقق هتدفع 100,000. يعني انت واثق جدا. وانا هلا ب5 دقائق بروح لك على بيتي بفرجيك مصرياته، يعني جاهزين. يعني لو ربح هو التحدي كنت اعطيه مصرياته. يعني انا صاحب كلمه، يعني باين عليك شخصيه محترمه. شكرا حبيبي. يعني كنت انا الغايه كانت انه بدي اتحداه وبكسر شوكته، يعني لانه باين هو بياكل على كل الموائد، وباين جدا ان هو عمال بيطبل، وحتى جمهور الاهلي اللي هم اولاد بلده نفسهم هن عليهم، او هنت عليه الجماهير بتاعته ولاد بلده. ومستغرب هو نفسه، بيقول لك مشجع نجم الساحلي ازاي بيتمنى خساره الترجي. طيب اذا كان انت بتتمنى خساره ابن بلدك يا ابني انت كمان. وكمان يعني زملكاوي بيشجع الاهلي، وبعدين بيشجع المغرب، وشويه يشجع المغرب، وشويه الجزائر، وشويه تونس. على كل لون شفتك يا دنيا. المهم نجيب مشاهدات ونجيب ريتش ونجيب لايكات ونجيب فلوس. طبعا انا ضد الكلام ده، وضد ان هو اصلا يطالب بالرهان، لان الرهان حرام اولا. بس موحى هو اللي حط نفسه في الموقف ده، هو اللي عمل في نفسه كده، هو اللي وصل الناس ان هي تطلب منه كده. يعني ممكن الراجل ده يقول لك انا بطلب منه الفلوس دي غلة فيه، عشان خاطر اخد منه الفلوس دي اطلعها لله، اعمل بها اي حاجة لله. بس مجرد ان انا كنت واثق ان النادي الاهلي هو اللي هيفوز. انت اللي عملت في نفسك كده يا موحى، انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده، انت اللي خليت الناس تعمل فيك كده. قلت لك انت اخرك يا ابني شويه دقيق وتحطهم على نفسك، اخرك شويه صبغه سمره من اللي انت كنت بتحطهم على وشك. والله العظيم ده كان بيحصل.
مش كلام مني ولا انا بجود ولا اي حاجه، فيديوهاته موجوده على السوشيال ميديا. فالناس تحاول تعرف هي بتتفرج على مين، لان الراجل ده انا اكتشفت ان هو يعني ما شاء الله عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا، وجماهير الاهلي كتير جدا بتتابعه. ايه يا جماعه، يا جماعه نبطل تفاهه ونتابع الناس اللي تستاهل حد يعني يتابعها. اعمل لايك للفيديو ده وشيره في كل مكان للتوعيه، وتعرف مين اللي يستحق المتابعه على الميديا. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.